اخوان عندنا هذا المثال يقول لي اكتب بالصيغه اللوغاريتميه، يعني انطاني صيغه اسيه يريدني انا اكتب هذا السؤال بالصيغه اللوغاريتميه. من يريد مني اكتب بالصيغه اللوغاريتميه؟ اول شيء شو اسوي؟ اجي اكتب قانون اللوغاريتم. قانون اللوغاريتم راح يساوي لي اكس يساوي لوغاريتم الاي في واي. شلون اعرف الواي والاي والاكس؟ احنا متفقين انه الاكس هو الاس، يعني راح اجي اكتب هنا الاكس يساوي لي الاس. ايش قد الاس؟ الاس عندي 3. اجي على قيمه الاي. الاي دائما ياخذ لي قيمه الاساس. الاساس ايش قد عندي بهاي الحاله؟ عندي الاساس 5. الواي منو بقى عندي؟ بقى عندي الواي. لازم يشترط ان يكون الواي ينتمي للار الموجب، اي للاعداد الموجبه. فبهاي الحاله راح اجي اشوف ايش قد منو بقى عندي؟ بقى عندي العدد وحده اللي هو 125. اجي اكتب 120 25. هاي الطريقه مجرد انه بس للتفصيل وللتاكيد حتى الطالب يعرف شلون يجزئ المعادله. ارجع اطبق على ضوء القانون، اخلي القيم بدال الموجود عندي هنا. بدال الاكس راح اخلي لي 3 ويساوي اللوغاريتم على 5 ينزل مثل ما هو. ايش قد قيمه الاي؟ قيمه الاي عندي هنا 5 وراح اجي انزلها 5 في واي. ايش قد قيمه الواي؟ راح يساوي لي 120 25. بهاي الحاله انا حولت الصيغه الداله من الصيغه الاسيه الى الصيغه اللوغاريتميه، واحتمال يجيني العكس. فاذا جاني العكس اقدر احول هاي المعادله الى المعادله الاصليه هي المعادله الاسيه. فبهاي الحاله هاي الطريقه ابسط طريقه هي للتحول من الصيغه الاسيه الى الصيغه اللوغاريتميه. هاي هي؟ تمام. عاش كذا.